مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير من تلفزيون جمهورية سوماليلاند. أحييكم وإليكم نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. مسؤولي وزارة التربية والعلوم بإقليم أوضل قاموا بدورة تفقدية بمدارس الإقليم. محافظ إقليم سناق ودورة تفقدية له بمشفى مدينة عرقابو. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. قام مسؤولي وزارة التربية والعلوم بإقليم أوضل بدورة تفقدية إلى مدارس الإقليم. قام مسؤولي وزارة التربية والعلوم بإقليم أوضل بجولة تفقدية إلى مدارس الإقليم للإطلاع على سير العملية التعليمية فيها. هذا وتحدث مدير المنطقة التعليمية سعادة حسين 60 فارحة بكلمة أشار إلى أهمية هذه الجولة التي من شأنها الاطلاع على سير الأعمال والعملية التعليمية في إقليم أوضل، وقدم شرحا مفصلا عن الأعمال والإنجازات التي تقوم بها. هذا وتحدث عن أهمية التقيد للأوامر واللوائح وزارة التعليم والعلوم ورفع مستوى التعليم ككل في البلاد، وأهمية التقيد بالزي المدرسي الموحد لكافة طلاب المدارس في البلاد. قام اليوم محافظ إقليم سناق بدورة تفقدية إلى مشفى مدينة عرقابو. قام محافظ إقليم سناق سعادة أحمد عثمان حسن وبرفقته عدد آخر من المسؤولين قام بجولة تفقدية إلى المستشفى العام بالمدينة عرقابو للإطلاع على سير أعمال المستشفى وخدمات المقدمة للمواطني الإقليم، واستمع من خلال الأطباء المشفى ورؤساء الأقسام المختلفة فيه شرحا مفصلا عن أعمال وإنجازاتهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا وتحدث محافظ الإقليم بكلمة أشار إلى أهمية الجولة التي تقوم بها إلى المشفى، وأشار إلى الأعمال وإنجازات مسؤولي المشفى وحثهم بزيادة الجهود لخدمة مواطني المنطقة وحثهم بالعمل لصالح العام للوطن والمساندة العاملين في المستشفى لخدمة المواطنين. عقد اليوم اجتماع موسع بين مسؤولي مدينة عقد اجتماع موسع جمع بين مسؤولي مدينة أوج، وذلك لمناقشة خطط المسؤولين الجدد في المدينة لتطويرها. وتحدث خلال المناسبة المسؤولين بكلمة أشاروا إلى استراتيجيات والخطط المستقبلية لتطوير المدينة لتواكب المدن العالمية. هذا وتطرق إلى أهمية التكاتف للحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن والمساهمة في رفع مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية في المدينة. هذا وأشاروا إلى أن المدينة بحاجة إلى كثير من الجهود في سبيل تحقيق مستوى دخل أفضل للفرد والمجتمع. التقى اليوم قسم العربي بتلفزيون القومي بجمهورية سوماليلاند بمدير مركز الثقافي بسوماليلاند. التقى اليوم القسم العربي بتلفزيون القومي بجمهورية سوماليلاند بالدكتور جامع موسى جامع مدير القسم الثقافي بالسوماليلاند ليحدثنا عن معرض المقام وما يقدمه للشباب سوماليلاند، حيث تابع حديثه قائلا: أخي المواطن أختي المواطنة، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، ولقاؤنا بهذه الحلقة مع الدكتور جامع موسى جامع مدير مركز التراث والثقافة بجمهورية الصوماليلاند، فأطيب الأوقات أرجوها لكم تبقوا معنا فضلا. دكتور جامع، أهلا بحضرتك معنا في هذه الحلقة. وما هي أقسام المركز الثقافي هذا؟ فأجاب قائلا: أهلا ومرحبا بكم وبجميع المشاهدين والمستمعين عبر وزارة إعلام جمهورية الصوماليلاند. فأولا، أقسام هذا المركز الثقافي الكبير يتكون من أقسام عديدة ووحدات متعددة لعرض البضائع والمنتجات المحلية المختلفة، سواء المحلية منها بالصوماليلاند أو القادمة إلينا من الدول المجاورة أو من قبل الهيئات أو المؤسسات العالمية بالصوماليلاند. كما أن هذا المركز مجهزا تجهيزا عصريا ليكون قادرا على نشر الثقافة بين جميع فئات مجتمع صوماليلاند. كما أود هنا أن أشير إلى أن الدور الأساسي الذي تم من أجله هذا المركز هو لإتاحة الفرص لجميع الراغبين في الثقافة والحصول عليها بيسر وسهولة. كما يحتوي هذا المركز على مكتبة كبيرة تشمل جميع الكتب العلمية والفنية والأدبية والثقافية بجميع اللغات للسماح للراغبين في القراءة الحصول على ما يرغبون بكل سهولة. هذا وبسؤالنا لدكتور جامع موسى جامع عما كتب في بطاقته الشخصية والأعمال التي قام بها، فأجاب قائلا: لقد ولدت هنا بالصوماليلاند وتعلمت حتى المرحلة الثانوية بمدارس الصوماليلاند، والتحقت فيما بعد بإحدى جامعات مقديشيو، ثم حصلت على الدكتوراه بجامعة إيطاليا،
وبقيت بها على مدار 15 عاما، وعملت خلال تلك الفترة بعدة مناصب إدارية حتى تولدت لدي فكرة الرغبة في مساعدة أهل شباب وطني صوماليلاند والعمل على نشر الثقافة فيما بينهم من خلال مركز ثقافي يقوم بخدمتهم. وكان هذا المشروع الذي تكاتف على تأسيسه عدة جهات مختلفة. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الأخبارية قدمتها لحضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند، وإلى أن نلتقي في النشرة القادمة تقبلوا مني أنا نعيمة أحمد من فريق العمل أطيب المنى، وفي أمان الله.